اليوم أدي لكم قصة الزامل حقنا وأدي لكم الزوامل الذي تواجهنا فيهن وإيش السبب. طبعا أنا شاعر ابن شاعر شاعر كبير من شعراء محافظة إب من ديرية القفر. ومرة من المرات بطل الشعر قبل يمكن 4 سنين، بطل، وأنا كان سمي لا قد بي بطل، قد أنا أضيق لأنه ما عاد يرضي يسمعني ولا عاد يرضي يسمع أحد، ما عاد يرضي يسمع أحد ولا عاد يرضي يكتب ولا عاد، خلاص يبطل الشعر من جميع الجوانب، لا عاد يسمع أحد ولا عاد وأنا وبي علاقتنا ودية جدا يعني. إذا جلست أنا وياه كنا نزوم أدي له زامل أحيانا يرد علي ويخليه أنا بشي يسمعني من الأولات، فخلاص لقى بطل ما عاد يرضي. كيف أعمل؟ كيف أرده؟ طبعا إذا رديته يديه حتى زامل، إذا خليته يرجع يديه حتى زامل هيرجع من مرة، هيرجع بعدها خلاص ولا رجع. كيف أعمل؟ خليته لما هو جنب ناس خيرات، صرت عندما يقولوا لك القمر قتال، وأنا خليته لما هو جنب ناس وقمت قمرته بزامل، أديت له مقطوعة شعرية تحدي قدام الناس، لأن لو هو وحدنا كان عيدعم مني، خليته لما هو جنب ناس. قلت قولوا لأبو هايل إذا هو ندين يشر سلاح القافية والهوجاس، جاه المهلهل محتزم متحدي شاعر يوسوس هاي سهل الوسواس، ذاك البطل يحيى مثلنا جد من سمعته نشد بها كل الناس، وابنه علي ذاك المقحقح قصدي حيد الحيود الناطحات الملاس، ذي عاش صوته قارحه كالحمدي ولطمته لطمة في الأضراس، قدوه الأمثالي وذي عد بعدي وأنا بصيته كيف ما شد الباس، كامل اللي وسيفي ما خرج من غمدي ما اليوم غصبا جات له فوق الراس، جهزت لغم القافيات الفردي لغم المشاعر لغم الحساس، وعلى زناد القاف طارح يدي الحرف طلقه والقصيدة ترباس، بنكي من القيفان يصرف نقدي في يوم كم من شاعر أعلن إفلاس حسب بي. قلت بنكي من القيفان يصرف نقدي في يوم كم من شاعر أعلن إفلاس، لا قلت هاتي القوافي شدي تضخ لي ضخات مكان غطاس، والختم لا شعري يتجاوز حدي فالشعر أبها غير ما بالإحساس. طبعا أنا وصلت غايتي بحيث أنه بيرد طوالي، بس رد قال هد القوافي يا صغير هدي، قال هد القوافي يا صغير هدي، غصنك رطب ما يحتمل ضرب الفاس، رعد الهواجس والقوافي رعدي ذي لا تكم كل العوالم تحتاس، شاعر ولا قبلي ولا عد بعدي ما قد معك مني سوى ربع الكاس، قال أنا الذي صبيت لك من يدي من قبل تطلع نيبتك والأضراس، كبرت راسك قلت والي عهدي ولا في عمر العاج ما يرجع ماس، ما أجل وتتحدى المحيط الهندي ما أجل بركة، قال ما أجل وتتحدى المحيط الهندي ما بش تقارن بيننا أو مقياس، يا هاي ابني بختصر لك ردي وعفيك وانت شل من فوق الراس، أهم شي لو أزيد أشوفك عندي لحبس هواجسك داخل قرطاس.